بسم الله الرحمن الرحيم. تبتدي حكايتنا من اول فريق الاهلي ما دخل البطولة دي لغاية ما طلع في النهائي عشان يقابل الفريق العيوطة. الفريق العيوطة ده وما هو على شاكلته اللي هو الوداد المغربي ده. طلع علينا بقى بعض الجماهير بتاعته، الحيالة ضربونا في مصر يالا وعملوا علينا وحياة امك اروح امك. احنا اصلا عارفين ومتأكدين ان انتوا فريق دايما بيعيط، نفس الفريق اللي عندنا في مصر، وهم عارفين نفسه. يعني هم عارفين نفسهم فريق برضه عيوطة، برضه نفس الكلام كده. ساعة ما تغلبوا العالة ده في سحر يالا في الارضية، الحق يالا، نفس الكلام ونفس الحديث. الاهلي لو كان اتك عليكم شويه كده كان غالبكم 3-4، لولا بعض الفرص الضائعه من كهربا وغيره من اللعيبه. النادي الاهلي يا ابني، النادي الاهلي بس عشان تعرف، النادي الاهلي ليه قاعده جماهيريه فظيعه. ما تفكرش يعني ان انت لما بتيجي تاخد النهائي ولا لما تيجي تاخد الكاس من النادي الاهلي سهله يعني، ولا تفكر ان النادي الاهلي يعني حتى لو بيلعب في وسط ارضك ووسط جمهورك فريق سهل يعني، ولا فريق بتركب عليه القرود. ما تعرفوش ولا انتوا ولا غيركم انكم قرود، وده النسور، احنا النسور. يطلع بقى اللي يزعل بقى بعد اللاعيبه القدامى من الفريق العيوطه التاني اللي هو في مصر، ويطلع يشمت في النادي الاهلي، ويطلع يقول على النادي الاهلي فيه وعليه وهيتغلب. غير الهجاص اللي عمال بيتكلم ده، هو هجص في هجص واحنا عارفين الكلام ده. احب اكد لكم من هنا من قلب مكاني ده، ان شاء الله باذن الله الاهلي واخد البطوله دي، واخد البطوله رغم عنكم وغصب عنكم عشان تموتوا بحسرتكم. اصل انتوا لما بتموتوا بحسرتكم النسر بيعمل لكم مشاكل قوي، مشاكل جوه كده في نفسيتكم. لما النسر بيتوج على منصات التتويج وعلى قلب منصات التتويج العالمية والأفريقية والمصرية، فبيجيلكوا نبض في قلبكم، بيجيلكوا ذبحة صدرية، فبتقعدوا تعيطوا وتقولوا لأ ده فيه وبالسحر وبالحكام. شفتوا الحكم بتاع الوداد؟ ايه رأيكم فيه؟ ايه رأيكم فيه يا اللي عمالين تطلعوا على الإعلان، على الإعلام وتشتموا في النادي الأهلي وتقولوا ده فريق فيه وعليه؟ ايه رأيكم؟ مبسوطين من التحكيم اللي حصل؟ مبسوطين انتوا كده؟ مبسوطين من التحكيم اللي حصل؟ قلبكم هدى؟ بردتم؟ البيضة اللي كانت عليكم نزلت؟ اهو الاهلي غلب 2-1، غلب ما تغلبش ولا تعادل. ولا انتوا فاكرين ان الاهلي هيروح هناك المغرب هيكون محطوط على امره كده يعني زي فرق تانية يعني؟ لا، الاهلي ده متراس، متريليوس واقف على الارض، لاعيبه رجاله، مدرب ناجح، قياده حكيمه، جمهور وراه في اي مكان. عشان كده بحب ابشركم واقول لكم ان الاهلي بعون ربنا، بعون ربنا هيغلب ان شاء الله، وهياخد البطولة، وهيسكتكم كلكم، وهيسكت كده بقكم ولا هتعرفوا تتكلموا حاجة. من هنا بقى الجمهور الوداد بقى اللي بيعيط، جمهور العيوطة، يا روح امك، يا روح امك. اذا كان هم عملوا كده فيكم ولا جمهور الاهلي، انتوا تستحقوا اكتر من كده. شوفوا السنة اللي فاتت انت عملتوا ايه فينا، لما كان فوزي الاشجع وغير فوزي الاشجع وغير الكلام ده اللي كان عندكم. شوفوا انت عملتوا ايه في الجمهور وفي اللعيبه وفي الاداريين وفي كل حاجه عشان تاخدوا بطوله التالتة ليكم، مع ان الاهلي واخد ال11. يا اوباش الكون.